طبعا كلنا عارفين الفاتورة لما بنيجي نشتري مثلا حاجة من محل او مكان معين بيبقى معاه فاتورة، علشان لو في مشكلة في المنتج او الحاجة اللي انت اشتريتها تقدر ترجعها مرة تانية بالفاتورة. هنعرف ازاي نصمم في الفيديو ده الفاتورة على برنامج الوورد بكل سهولة واحترافية. اول حاجه هنعملها ان احنا هنيجي عند برنامج الوورد زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هنيجي عند اللاي اوت وهنختار من لاي اوت مارجنز، وبعد كده هنيجي عند النيرو هنحددها زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده هنيجي من نفس الخانه عند سايز، ومن سايز هنختار مور بيبر سايز، وهنا هنكتب 5.3 وهنكتب تحت 7.5 زي ما احنا شايفين قدامنا. ده الطول والعرض. هنقول له اوكي. زي ما احنا شايفين هنلاقي الحجم صغر كده معانا زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده هنيجي ان احنا نتحكم نطلع المساحة فوق شوية كده، او الهوامش نطلعها فوق شوية زي ما احنا شايفين قدامنا، علشان تبقى المساحة تكون واسعة معانا. هنسنتر بقى التكست بتاعتنا، هنيجي هنا ونعملها زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده بقى هنيجي ان احنا نكتب اسم البراند بتاعنا، وليكن مثلا هكتب هنا ترند بالشكل ده لاين، وهنزل تحت مثلا هعمل كاش بيل بالشكل ده اللي هي دفع نقدي يعني. وبعد كده هبدأ اظبط الخط. هعمل ايه؟ هحدده كده وابدأ ان انا اختار يكون فونت تقيل بالشكل ده وليكن فونت زي ده، وهبدأ ان انا اكبر شوية الخط وابدأ اخليه بولد. وبعد كده هنزل تحت هنا شوية اخلي ده بولد واكبر الخط سنة صغيرة. ممكن نكبر ده كمان سنة بالشكل ده كده، نبدأ نكبره تاني زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن احط برضو تحت ده خط واخليه مايل سنه صغيره. عايز الغي بقى المسافات اللي بينهم، هحددهم كده واجي عند الخط هنا واعمل ريموف سبيس بالشكل ده. هتلاقي المسافات اللي بينهم كلها اتشالت كده. بقى فاضل ان انا انزل ده سنه صغيره كده، العكس الناحيه التانية هنزل ده سنه صغيره كده، وابدا ان انا مثلا اسيب مسافه فاضيه فوق واكتب مثلا ديت بالشكل ده اللي هو التاريخ يعني، واعمل النقطتين بالشكل ده، وابدا ان انا اعمل نقط كتير كده 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 عشان اكتب التاريخ. هاجي بقى ان انا اعمل ايه؟ لازم اجيبه ناحية اليمين كده شوية، وبعد كده اصغره شوية كده بالشكل ده، واختار نوع الخط اغيره اخليه مثلا خط، او مثلا نخليه كده. طبعا عايزين نشيل بقى ايه العلامتين الزرق اللي تحت دول. هاجي هنا كده مثلا كليك يمين واختار التصحيح بالشكل ده، او اختار كده التصحيح اللي تحت ده، هتلاقيه شلك الشرطتين الزرق. نبدأ نكبر دي سنة علشان التاريخ يتكتب كده. انت ناقصك بقى ايه؟ تعمل اللوجو بتاع البراند بتاعك. كل اللي عليك ان انت هتيجي عند insert وبعد كده picture وبعد كده this device بالشكل ده، ونبدأ نختار اللوجو بتاعنا او الشكل اللي احنا عايزينه. وليكن مثلا ده هيبقى محل ملابس زي ما احنا شايفين كده. انا عملت الصورة وجبت الصورة. هاجي بقى عند wrap text هنخليها in font of text بالشكل ده، علشان ان انا ابدأ اتحكم فيها، اصغرها بالشكل ده كده، وابدأ ان انا اطلعها فوق زي ما احنا شايفين هنا كده. مثلا اصغرها سنة كمان وخليها بالشكل اللي احنا شايفينه. زي ما احنا شايفين كده ظبطتها وخليتها اهي في الركن زي ما احنا شايفين قدامنا. الحاجة بقى اللي المفروض نعملها بعد كده ان احنا نكتب بيانات الموقع. هنيجي عند insert، ومن insert هنختار text box، وبعد كده هنيجي عند draw text box، وهنبدأ ان احنا نعمل بوكس بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان نكتب فيه بيانات الموقع. بيانات الموقع بقى اللي هو اول حاجة مثلا هيبقى اسم هيبقى العنوان بتاعنا، وليكن مثلا هيبقى تحرير مثلا، وليكن هيبقى تحرير مثلا ستريت، شارع التحرير بالشكل ده. وبعد كده هنعمل شرط هنقول له مثلا كايرو زي ما احنا شايفين قدامنا. ننزل تحت بقى هنكتب الموقع بتاعنا مثلا وليكن www مثلا trend. بعد كده بقى هنكتب الموقع بتاعنا www ونكتب ترند بالشكل ده. طبعا الحاجات دي كلها يعني وهمية مش حقيقية. وبعد كده نقول له .com بالشكل ده، وننزل تحت نكتب الجيميل ونقول له مثلا trend@gmail زي ما احنا شايفين قدامنا gmail.com زي ما احنا شايفين كده. نكتب بقى رقم المطعم لو موجود. طبعا هنسحب لتحت شوية عشان يفتح لنا باقي الخانات.
ننزل بقى تحت كده نكتب لو موجود رقم، نكتب الرقم بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا، ده رقم عشوائي. بعد كده هنبدأ ان احنا عايزين بقى ايه نظبط الحاجات دي. زي ما احنا شايفين قدامنا هي مختلفة. انا عايز اشيل اللون ده او اشيل الخط ده، هحدده كده كليك يمين ريموف هايبر لينك، هحدد ده كمان واقول له كليك يمين ريموف هايبر لينك، هتبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا بيحدد لك العلامة الحمراء دي، معناها ان انت لازم تخلي السي كابيتال بالشكل ده، هتتظبط معاك. فاضل حاجة تانية المفروض نعملها، ان احنا نشيل الاوت لاين ده، هنحدده كده وهنيجي عند الاوت لاين من هنا ونقول له النو اوت لاين، هيتشال معانا زي ما احنا شايفين قدامنا. نحدد ده كده ونبدأ ان احنا نسحبه لجوه بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبدأ نشيل المسافات علشان يبقى في مساحة معانا كويسة. هنحددها كده وهنيجي عند هوم، ومن هوم هنختار المسافات بتاعتنا نقول له ريموف سبيس زي ما احنا شايفين قدامنا، ودي طبعا مش عايزينها فاحنا هنعمل لها ديليت. هيبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نقدر بقى ان احنا نظبطها كده زي ما احنا شايفين. في حاجة تاني مهمة المفروض نعملها، ان احنا نضيف الايقونة اللي بتعبر عن كل حاجة موجودة. يعني مثلا العنوان نضيف اللوكيشن بتاعه. هنيجي بقى نضيف الايقونات بتاعتنا، هنيجي عند insert ومن insert picture وهنختار this device. وبعد كده هنيجي عند اللوكيشن بالشكل ده، وهنيجي عند wrap text وهنخليها font of text ونصغرها كده خالص، ونبدأ ان احنا نسحبها فوق علشان نحطها قدام اللوكيشن بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا. هنبدأ نصغرها كده ونتحكم في الحركة بتاعتها من الأسهم زي ما احنا شايفين قدامنا كده، نطلعها فوق عند الموقع، ننزل سنة كده بالشكل ده. نبدأ ان احنا نحطها كده، لو احتاجت ان انت تصغرها تاني مفيش مشكلة بتصغرها. نبدأ نجيب بقية الحاجات مثلا بتاعة الموقع نفس الفكرة، insert this device. بعد كده هنختار الموقع بتاعنا وليكن مثلا دي ونخليه راب، نقول له فونت تكست. هنبدأ نصغرها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ونبدأ ان احنا نطلعها فوق علشان نحطها قصاد المكان بتاعه كده بالشكل ده. هنبدأ ان احنا برضو طبعا نضيف كل الايقونات بتاعة كل حاجة، فاحنا اضيفها بسرعة وارجع عشان وقت الفيديو. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده ضفنا الايقونة اللي بتعبر عن كل حاجة موجودة، مثلا اللوكيشن والموقع والجيميل والموبايل بتاعنا. بعد كده بقى هنيجي نعمل بيانات العميل. بعد كده هنيجي عند insert ومن insert هنيجي عند text box، وبعد كده هنختار draw text box بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نعمل مربع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وليكن مثلا هنكتب اول حاجة اسم العميل بالشكل ده، وبعد كده هنيجي نعمل النقط بتاعتنا زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر تكتبه عربي مفيش اي مشكلة لو انت حابب تكتب عربي. هناخد كوبي كده بالشكل ده ونقول له زي ما احنا شايفين بدل نيم هتبقى ادرس زي ما احنا شايفين كده قدامنا. وبعد كده نعمل النقط بتاعتنا زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبدأ ننزل ناخد برضو نسخة من فوق ونخليه مثلا الفون بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونبدأ نعمل النقط بتاعتنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده. انت عملت بيانات العميل. زي ما احنا شايفين برضو في هنا خط او مربع احنا محتاجين ان احنا نشيله، هنحدده كده ونيجي عند فورمات، ومن فورمات هنقول له نو اوتلاين بالشكل ده، هيبقى زي ما احنا شايفين قدامنا. نبدأ ان احنا بقى نتحكم في مكانه بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده، نشوف المكان المناسب ليه ونبدأ ان احنا نحطه زي ما احنا شايفين قدامنا. بقى فاضل لنا ان احنا نعمل الفاتورة بتاعتنا او الشكل بتاع الفاتورة بتاعنا. هنيجي عند insert ومن insert table بالشكل ده، وهنخليها مثلا وليكن 5 في 5 زي ما احنا شايفين قدامنا. هنبدأ نكتب بقى البيانات بتاعتنا زي مثلا هنقول له الرقم بالشكل ده، وبعد كده نيجي هنا مثلا نقول له الصنف زي ما احنا شايفين او البيان اللي انت عايزه يعني. وبعد كده نيجي الكمية زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده مثلا وليكن العدد، ونقول له في الاخر السعر زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده هنيجي هنا كده نقف على الخط التاني ده او في المربع اللي تحت لحد ما الشكل يتغير كده. نبدأ بقى ان احنا نسحب لتحت كده زي ما احنا شايفين قدامنا، نسحب لحد ما يبقى الشكل موجود بتاع الفاتورة اللي احنا عارفينه زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده نبدأ نحدد الجدول بتاعنا. هنيجي عند سمك الخط او سمك الحواف بتاعة الجدول او الخطوط بتاعة الجدول بتاعنا. هنبدأ مثلا نكبر السمك بتاعها كده، وبعد كده نيجي عند هوم ونخليه all borders بالشكل ده، all borders علشان يبقى معانا زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن نصغر سنة كده علشان يبقى زي ما احنا شايفين قدامنا. ده شكل مثلا الفاتورة بتاعتنا. هنيجي بقى ان احنا نحدد التلات
الاعمده اللي تحت دول كده ونعمل لها ميرج. هنيجي عند اللاي اوت بالشكل ده، ميرج سيلز عشان تبقى موجوده قدامنا بالشكل ده. هنيجي بقى مثلا ان احنا نعمل التوتال او الاجمالي بتاع الرقم زي ما احنا شايفين كده، بنقول له مثلا توتال بالشكل ده. طبعا ممكن تكتب عربي عادي، توتال مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده نبدأ نعمل النقط بتاعتنا بالشكل ده، نخلي الاخر نضغط انتر، نبدأ نعمل بقية النقط كده لحد ما نعمل بقى ايه التلات نقط بتوعنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده. طبعا التوتال ده بيتكتب فيه ايه، ما ليكن مثلا 21 جنيها، بيتكتب فيه باللغة العربية، الإجمالي باللغة العربية. تقدر بقى هنا تضيف مثلا الإجمالي وبعد كده ننزل مثلا ممكن الضريبة زي ما احنا شايفين قدامنا الضريبة، وبعد كده ممكن مثلا القيمة المضافة هنا زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبدأ نكتب بقى ايه البيانات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. فاضل بقى حاجة أخيرة هنعملها مع بعض، هو اسم البائع واسم المشتري. هنيجي بقى عند insert، ومن insert text box، وبعد كده نختار draw text box، ونبدأ نعمل شكل المربع بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده نعمل شكل الخط اللي احنا شايفينه قدامنا ده من شيفت وعلامة الناقص، نقول له انتر، ونقول له هنا اسم البائع زي ما احنا شايفين قدامنا. ننزل دي تحت عشان يبقى باين معانا. وبعد كده هنيجي نحدده، نيجي عند هوم نخليه بولد ونخليه في النص كده زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد كده ناخد نسخة من نفس المربع، كنترول سي كنترول في، ونبدأ ان احنا نسحبه الناحية التانية زي ما احنا شايفين قدامنا، ونخلي البائع اسم المشتري زي ما احنا شايفين كده. بعد كده طبعا هنعوز ان احنا نظبطها ونشيل الاوتلاين بتاعنا. هنحدد كده ونيجي عند الفورمات ونخليه نو اوتلاين، وبعد كده هنا نفس الكلام هنخليه نو اوتلاين، وهيبقى معانا الفاتورة زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو علشان الكل يستفاد، والسلام عليكم.